هلو هلو، يا مساء الفل عليكم. دي الحلوى المفضلة بالنسبة لي. في 10 دقايق بس بقدر أعملها وأكلها. طعمها تحفة. طبعا انتوا أكيد عرفتوا ده ايه. شايفين شكلها من جوه بعد ما قطعتها شرايح اهو. ايه رأيكم؟ حتة بقى ورا التانية ورا التالتة، ما تقدريش تمسكي نفسك قدام جمالها، وسهلة جدا. يلا نشوف احنا عملنا ايه. انا معايا هنا الاول هنعمل الصوص. معايا كوبايه حليب، وطبعا لو فيها قشطه كده وبخير هيبقى حلوه جدا. تمام، هحط عليها ربع فنجان سكر، سكر مجروش عادي، وربع فنجان كاكاو، وهحط رشه فانيليا. بس كده، ادي الصوص بتاعها خلص. هقلبهم بقى تقليبه كويسه جدا لحد ما الكاكاو يدوب، وهوديهم على النار. عقبال بقى ما يغلو شويه كده والصوص يتقل. معايا هنا بسكوت، اي نوع بسكوت بتفضليه، انا بفضل النوع ده جدا. ده نوع اولكر. هكسره بقى كده كويس، مش هيبقى مفتفت يعني، مكسراه كده زي ما هتشوفيه كده في الاخر. كسري بقى، نادي ولادك يكسروا معاكي، نادي جوزك يساعدك في التكسير يعني كده. ايه رأيكم؟ خلصت الكمية كلها. الصوص اهو على النار، هقلبه كويس عشان ما يكلكعش. هخليه يغلي غلوة بس ويتقل شوية. في نص التقليب كده وانا بقلبه هحط معلقتين زبدة، بيخلي طعمه حلو جدا عن الزيت كمان. هنزل بقى بيه كده على البسكوت وهو دافي عادي اهو. مش هحط بس الكمية كلها عشان اشوف البسكوت ايه، عشان هيشرب قد ايه يعني، ولو احتاج تاني هحط اهو. ده شكله بقى خلاص، مش هزود كده تاني. معايا هنا بقى القالب ده، لو ما عندكيش القالب ده حطي في صينية عادية عادي. بس حطيت بقى كيس عشان يبقى سهل في ان انا ايه، اما احطه في الفريزر ويجمد سهل ان انا اشيله. طبعا ايه، انا هحط كده. عايزه بقى تحطي مع البسكوت والصوص ده شويه سوداني، شويه مكسرات، مش هنقول لا، شويه بندق كده يبقى كتر خيرك. خلاص، هعدل بقى الكيس كده واظبط الدنيا علشان ما يخشش جوه الحشو. انا شلت بقى الاسباترا عشان الاسباترا طريه شويه، وجبت بقى معلقه كده احاول اكبس واساوي كده، وهدخلها على الفريزر لمده 3 ساعات. هي زي ما هي كده. هنيجي بقى معايا دي خطوة، عايزة تعمليها اعمليها، مش عايزة تعمليها يبقى خلاص الخطوة بتاعتنا كده لحد هنا وخلصت. دي شوكولاتة كده بار خام، هقطع كده يعني شريحتين 3 كده واسيحهم واحطهم من فوق الوش. انا قطعت دلوقتي 4 شرايح. هحطهم بقى الميكرويف كده لمدة دقيقتين 3 بس تسيح. او عايزة تحطيهم على حمام بخار، ما عندكيش ميكرويف حطيهم على حمام بخار. كده بقى خلاص طلعتها من الفريزر. هشيلها بقى انقلها في طبق التقديم. منعا لأي كوارث يا جماعة، هشيلها اوريها لكم. انا شلتها اهو. دي الشوكولاتة اهي ساحت من غير ما ازودها لبن ولا زيت ولا اي حاجة. الشوكولاتة الخام دي بتبقى اللي هي شوكولاتة الدهن، دي حلوة جدا، بتبقى فيها كل حاجة. هحطها بقى كده على الوش من فوق. زي ما قلتلك، عايزة تشيلي الخطوة دي براحتك. هي بتديها طعم يعني، هي كده بتديها طعم كمان اكتر. هسويها بس كده، احاول انزل حبة من الجناب. خلاص كده، ده عندي بقى زي الفرمسيلي كده بس ملونة، غير الابيض والاسود. غلطتي بقى هنا ان طبعا لما حطيت شوكولاتة الدهن دي جمدت، فالاسترس هنا ما لزقش عليها يعني. فيلا ما علينا، اتعلموا بقى من الاخطاء يا جماعة. حطوها بسرعة وهو الشوكولاتة سايحة، وده شكلها وبألف